مش معقول هذا الحكي اللي بصير، مش معقول. لسه بعدنا يا جماعة بأول الطريق، ما بديناش يعني، ما صارش عندنا شيء. الجمهور لما بيصير، أنا أتحدى أي واحد بيحكي إنه أي جمهور، مو بس جمهور الرمثة، لا يمكن يصير إلا إذا شاف هون. وإذا شاف فريقه مش نافع بالعكس هو بصير هاجم فريقه بروح. ما صار عندنا، غلبونا 5-0، صاروا هاجموا بلعيبتنا وشتموا على لعيبتنا وروحوا معك. صحيح. لكن اللي جرى ذاك اليوم لا، مبين ومرتب ومدبر. وأنا بتهم رئيس لجنة الحكام ولا بتغير عنه. طيب شو رأيكم بالعقوبات المالية؟ بتعتقد إنها منصفة ولا ظالمة؟ هم أصلا لو بيعرفوا شو معنى العقوبات، هو الاتحاد اللي عاقبنا. المحاكم العادية لما بكون عليك ذنب وتكرر ما بيعاقبك عقابين، المحكمة بتعاقبك العقاب الأشد. طيب أنت قاعد بتعاقبني على ذنب واحد عقابين، طرد الجمهور وعقاب الجمهور وحرمان، انت بثلاث ما بصيرش. معناته انت ما بتعرفش ولا انت قاري التعليمات الموجوده ولا بيعرفوا شوف بالله واحد. انا اتحداهم اذا بيعرفوش لا بيقروا ولا بيعرفوا. هيك بدنا وهيك لازم يصير. الرمثة مش لازم يتنفسوا، الرمثة بيغلطوا، الرمثة ولك بيسيئوش، بتجرهم بخيط ذي قطن. جماهير الرمثة بكثرتها بتجرها بخيط قطن. إذا أنت بتتلاطف معهم تمشي عدل، مش عدل ما عليك، اللي بيفوز يفوز. فاز الفيصلي ألف مبروك عليهم، هاي اللي عندهم. صح. فاز الجزيرة، فاز شباب الأردن اللي بده يفوز، فاز الرمثة اللي بفوز يفوز. لكن لا تكون قرار الفوز والخسارة بيدك كحكم ولجنة حكام. هاي اللي ما بسكتوش عليها الرمثة، ومش راح نسكت عليها. كلام يسمعه أي واحد. لن نصبر على ظلم بعد الآن، مستحيل، لأنه مش قادرين ينصفوا. إذا مش قادر تصرفني وتحميني معناته بدي تصير بيدي أنا أحقق عدالتي. لميت بنقول لكم إحنا معكم، خذوا العقوبات وعاقبوا ولا ترحموش حدا، بس عدلوا بين الأندية. والله أنا بدي أفوز. الفيصلي مسبقا هي كانت مثل زمان يجي الحكم على التفتيش يفتش اللعيبة، هاي اعترافات لاعبين. الفيصلي مش أنا. شو قال؟ والله قال لنا فلان إذا الرمثة بتجيب 10 أهداف اعتبر حالك جايب 11. طب كيف بده يلعبها بنفسية وهذا كيف بده يلعب بنفسية؟ هاي إجراءات طويلة، زمن طويل. إلا من جاذب الأمور من السبعينات لليوم ومن الستينات. الرمثة نزل مرتين للدرجة الثانية وإحنا وجينا بنطلع. بالثاني نزلونا على الثالثة مرتين، والثالثة الله اللي لطف. بال 79-80 المعارك اللي صارت على أدين حكم والعالم كله براقب. الهدف الأخير في الرمثة والفيصلي إذا في فضائي ما غلطش هدف أو ناقد رياضي أو واحد صحفي بتحمل المسؤولية كاملة. وإذا قالوا هدف من يتحمل المسؤولية؟ كمان أنا. في إشي أخير بتحب تضيفه؟ في الله يوفق جمهورنا وحييهم ويقويهم، وأنا معهم وين ما بدهم نتحرك معهم.